هنشوف مع بعض تطوير العلم المصري من أيام الراية حتى العلم. وده علم الإمبراطورية الرومانية من زمان، وبعد كده هيجي لنا الخلافة الرشيدة، ودي فترة من فترات تاريخ مصر. وبعد كده بتيجي الدولة الأموية، ودي برضو فترة من فترات التاريخ. ودي الدولة العباسية اللي قعدت فترة كبيرة برضو، تجاوزت 200 سنة. وبعد كده الدولة الفاطمية اللي قعدت فترة طويلة في حكم البلاد. وبعد كده بتيجي الدولة الأيوبية وقعدت برضو فترة كويسة. وبعد كده بتيجي الدولة المملوكية وقعدت حوالي من 1250 حتى 1517. وبعد كده بتيجي الدولة العثمانية اللي قعدت من سنة 1517 حتى 1826. وبعد كده آل مصر عشان كان شكلها باصص على أهلة الهلال يعني. وبعد كده الخديوية المصرية اتغير شكل العلم. وبعد كده الخديوية المصرية غيروا شكل العلم مرة أخرى، إن هو اتغير أكتر من مرة في الفترة دي. وبعد كده السلطنة المصرية اللي قعدت من 1914 حتى 23. بعد كده بيجي بقى المملكة المصرية اللي قعدت من سنة 1923 حتى 1953، يعني قرابة 30 عام. بعد كده بيجي علم جمهورية العربية المتحدة، وده من سنة 58 حتى عام 71، وكان اسمها الجمهورية العربية المتحدة اللي بعد كده سوريا استخدمته. بعد كده علم اتحاد الجمهوريات العربية، وبعد كده علم الجمهورية مصر العربية. ده تم استخدام علم الجمهورية ده من سنة 71 حتى عام 84. كان بص الشكل اللي جوه كده هتلاقيه مختلف عن اللي موجود حاليا. ده كان اسمه علم اتحادات الجمهوريات العربية، وبعد كده بقى جمهورية مصر العربية. وفضل علم جمهورية مصر العربية اللي هو من سنة 1984 حتى وقتنا هذا، اللي هو اتغير من الشكل في النسر والصقر. هو حاليا نسر، التاني كان مختلف في الشكل اللي هو الصقر او النسر. ده موجود حاليا من سنة 1984 حتى وقتنا هذا. كده اتكلمنا عن الرايات والأعلام والإمبراطوريات وعلم العثمانيين والمماليك وغيره وغيره وغيره، والدولة الأيوبية والدولة العثمانية وكل الأعلام، حتى السلطنة المصرية ودولة الخديوي، وكل الأعلام اللي مرت على تاريخ مصر، سواء السلطنة أو الجمهورية أو المملكة.